صبحنا على الله. صحح للناس ديك الإشاعة ديال زوجة أجنبية مغربية دون مهر. حنا عارفين كاع المسلمات كياخدو مهر، وداك الشيء راه كيبقى بيني وبين راجلي، زعما ما نحتاجش زعما نخرجو نقول لكم ها شحال عطاني. اختي ملي باغا تزوجي الله يطلق به، كتبوا عليك الصفحات ما عارفينكش شكون، دابا طلعتي وخرجتي بالكونت ديالك باش تبيني لنا بلي هي انت، باش تاخدي لي زابوني وتجمعي عندك فيما كانت شي معوقه، فيما كانت شي وحده خيبوعه جوع، عرفتي غتدخلوا عندها الكونت ديالها غتلقاو التعاليق لتحت شي دريات، فيما غتضرب كليكي على البروفيل ديالها غتلقاها كفره في غيس ما يشوفش فيها بوبي لله في سبيل الله. علاش راه كنقول لكم هاد البرهوشات اللي ولاو دايرين هاد الزواج بالشينوي بالكوري بالجابوني من القمر من الرماديين من الفضاء، راه كلهم قزقوزات برهوشات المخيره فيهم، راه ما يقبلش عليها حتى واحد كيف قلت لكم بوبي. ومن دخلت صفحت الصفحه ديالها اقسم لك بالله الى الاخر الاواخر، هذه في المغرب ما كانش حامد الله، ما فهمتش انا دور د الوالدين فين في هاد الفيديوهات انتما كتشوفوا ديال البروفيل ديالها في الانستغرام وطالعه خارجه بتخرج العينين. انا شفت كل شيء الا الاسلام عندك، شفت كل شيء الا الثقافه المغربيه، شفت كل شيء الا التقاليد المغربيه، انت تجنستي عندهم، انت صافي وليتي ديالهم، انت ما مسلمه، ما شفنا قفطان مغربي، ما شفنا لباس، ما شفنا تقاليد مغربيه، ما شفنا والو. يعني انت بلا ما تقولي انا مغربيه ولا تهضري على المهر، حيت هادشي كامل ما كاينش عندك، ما كاينش. انت مشيتي الله يسهل عليك، ولكن ما تبقايش تجبدي المغرب، نسي شي حاجه سميتها المغرب، كيف قال ناصر بوريطه الا تزوجتيه عيشي معاه في بلادو وسدو. نبدا نقول